بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي حياتك سهلة وبسيطة. لو أول مرة بقى بتشوفيني كده دوسي لايك واشتراك وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى عاملين مع بعض روتين تشجيعي كده. لو زهقانة كده طبعا حرانة بقى ومش قادرة تعملي حاجة، قومي بقى اتفرجي عليا كده في الفيديو وانت ان شاء الله هتتشجعي. اول حاجة دخلت البلكونة خليتها زي الفل، كنستها كده ومسحتها، الولاد كانوا لاعبين فيها طبعا ومبهدلينها لي، خليتها بقى زي الفل كده. وبعدين دخلت بقى دي الأوضة اللي عند اللي فيها البلكونة، هما طبعا أكتر أوضة دي بتتبهدل عشان اللي داخل واللي طالع. أنا بقى غسلت كده البيضات البيضة ديت ومسكتها بقى نضفتها كلها تنظيفة جميلة جدا والله. جبتها يعني من فوق لتحت كده وشلت بقى الفرشة كلها وكنستها، وبعدين قفلتها كده هي أول حاجة عشان أما أطلع بقى بره كل أوضة كده أخلصها أقفلها. وطبعا كان عندي كمية غسيل كبيرة جدا هتشوفوها بقى دلوقتي. انا خلاص خلصت كده الاوضه، اقفل بقى البلكونه وشيشها كده عشان لو في دبان ولا حاجه بقى يطلع، واطلع بقى على الغسيل. كنت سايبه الغساله كده بتتملي، شلت فرشه السراير كلها. وطبعا دي كميه غسيل كبيره زي ما انتم شايفين، بس انا بعناية كده هخليها صغيره زي ما انا بعمل. ما تسيبيش بقى الدنيا كده مهرجله كده تحسي ان انت وراكي شغل كتير. خلصي اول باول. انا كده خلصت كل اوضه وبعدين مسكت الهدوم زي ما انتم شايفينها كده، عملتها ادوار كده. بحس ان كده ما ورايش حاجه والله، بحس ان غسيل شويه صغيرين خالص. انا دخلت بقى على اوضه الولاد، بس ابني كان بيصورني المقطع ده اتحذف. مسكت السراير كلها بقى، شلت من عليها الفرشه وغيرت لها بقى الملايات والكوفرتايات دي، وشلت بقى الفرشه بتاعه الارض كمان، السجاد اللي في الارض. طبعا انا والله ما عايزه احط سجاد خالص، بس الولاد بقى بيجروا كده بيتزحلقوا لما بيكون في نقطة مية بس بتقع على السيراميك. طبعا انتوا عارفين، ربنا يا رب يحفظ ولادنا يا رب جميعا، ممكن تكسر اي حد، ربنا يسلمهم يا رب، اللهم امين. المهم يعني ان انا خفيته بس شوية كده، كل شوية كل ما اجي انضف اخف حاجة كده من السجادة عشان الدنيا حر. ومسكتها بقى مسحتها ونضفتها وسبتها كده تنشف، وتنتني بقى جايبة السجادة بتاعتها وفرشاها. دخلت بقى على المطبخ، كنت عايزه اخلص الاوضه اللي باقيه، بس ابني كان نايم وانا ما صدقت ان هو نام صراحه. دلوقتي دخلت بقى على المطبخ، كان فيه مواعين كتير طبعا. البلاستيكه اللي انا بحط فيها ديت، العلبه دي فيها صابون كتير يعني، مش عشان انا حاطه بس دول. نضفت بقى الرخامه التانية لو عليها اي مواعين، والبوتاجاز برضو عشان يبقى كل حاجه قدامي. وانا كان ابني كان تعبان كده قبلها بيوم، ما كنتش غسلت بقى المواعين، الحله الكبيره دي كلها اطباق ومواعين من امبارح. فضيتها بقى قدامي كده وقعدت بدأت أغسل كده، سميت الله واستعنت كده بالله، وطبعا الغسالة شغالة جنبي. ما ت... يعني ما توقفيش نفسك كده على حاجة، اعملي كده كذا حاجة في وقت واحد هتلاقي نفسك خلصتي والله. بس كله بتنظيم وبترتيب هتلاقي نفسك خلصتي وما تعبتيش ولا أي حاجة. أنا كل يوم بقوم طبعا أول حاجة بعملها بروق كده الشقة كلها عشان مفيش حاجة تتكركب كده عليا. غسيل كده عايزة تطبق طبقيه، مواعين عايزة كده تتغسل اغسليها طبعا. في الوقت ده انا كنت برضو مولعة كده على بطاطس، مولعة على بيض، مولعة على بتنجان عشان اسلقه، كل حاجة على البوتاجاز كده في ريحي لحد ما اخلص هلاقي كله استوى واشتغل بقى كله في وقت واحد. برضو اسيب الغسيل شوية، ادور الغسالة لو عايزة تشتغل دور كمان دورة كمان يعني، ما هيش عايزة بقى خلاص اطلع كده دور منها وبعدين ارجع تاني. ما توقفيش بقى نفسك على حاجة. وبعدين بقى طول ما انت واقفة كده استغفري ربنا كده وصلي على النبي عشان كل حاجة تخلص معاكي بسرعة. مش هتاخدي وقت والله، الشغل ما بيتعب، القعدة هي اللي بتتعب وحياة ربنا. انا الحمد لله والشكر ربنا يا رب يديم عليا نعمة الصحة. ما بحبش اقعد خالص، طول ما انا قاعده كده كل ما اقعد اقوم اعمل حاجه، اقوم اكركب في ده، اعمل في ده، اغسل في ده، انضف في ده، ما بحبش القعده خالص والله. ربنا يا رب يدينا الصحه جميعا وما نقعدش ابدا ولا نتحوج لحد، اللهم امين. شجعي بقى كده معايا، ولو وصلتي معايا للحظه دي حطي لي بقى لايك كده وتشجيع منك وكومنت حلو كده. لو عايزين اي حاجه اعملها، روتين تنظيف اي حاجه. خلاص انا خلصت بقى، مسكت المطبخ فضيت بقى في ميه كده، الازازه اللي في الارض دي على فكره فيها زيت، هنعمل مع بعض الصابون. الأوضة بقى اللي فاضلة كان ابني صحى خلاص، رحت بقى فتحت الشباك كده وغيرت بقى الملايات عشان أغسلها.
خلاص طلعت بقى ملاية كده نضيفة، وبعدين هفرشها بقى وخلاص. وبرضو زي الاوض التانية هحط بقى عليها كده ملاية برضو صغيرة كده بحطها من فوق بدل الكوفرتات. صراحة الدنيا حر قوي يعني، واحنا مش مستحملين اي حاجة والله. خلاص بقى انا هخلص الفرشة كلها. ابني بقى ربنا كده يخليه يا رب، كنت بسكته بس كل طبعا لما اجي اعمل مونتاج لاي فيديو بيبقى مشرفني يعني. ربنا يا رب يحفظه ويبارك لي فيه. خلاص بقى يا حبايبي انا كده خلصت زي ما انتم بقى شايفين. إيه، اطلع بقى هكنسها برضو واجيب ميه كده وامسحها، وبعدين بقى في برضو الشباك والستاره كده هوريها لكم بقى. عشان كده ابقى خلصت كل الاوض. بطلع بقى كل اوضه اللي طلعوا منها برضو بطلعه على الصاله كده، وبعدين هكنس بقى الصاله، وبعدين كنست السلم كله. وزي ما هتشوفوا دلوقتي معايا لحظه بلحظه. يلا شجعوني بقى كده. بصوا كده خلاص الأوضة راحت بقى زي الفل كده. هكنسها بس وبعدين امسحها. على فكرة والله في اللحظة اللي انتوا شايفينها دي انا ماسكة المقشة بايد، وكنت شايلة ابني على الدراع التاني. كان ابني بقى بيصورني كده وهو مش راضي يسكت خالص. يعني كنست الأوضة بايد واحدة. يلا ربنا بقى يهديه يا رب. خلاص انا بقى في الوقت ده كان الاكل بتاعي طاب. البطاطس بقى اتسلقت والبيض برضو اتسلق. طبعا انا غسلاه كويس جدا، بحط ده مع ده لان غسله البطاطس كويس. وبتنجان بقى سلقته كده، وبعدين طلعت على الصاله اطلع بقى كل اعزكم الله الزباله كده بره في الباسكت بتاع الزباله ده. وبعدين خلاص بقى افرش الصاله كلها، وكده بقى خلصت بقى الشقه وخلصت المطبخ وخلصت كل حاجه. في الوقت ده كنت قربت اخلص غسيل برضو. طلعت بقى اكنس السلم كده، فرشت الاول وبعدين كنست بقى السلم لحد تحت كده ومسحته كمان، بس المقطع برضو كده ما ظهرش. وبعدين دخلت بقى تاني كنت خلصت غسيل. هوريكم بقى الشقة طبعا كانت نظيفة كلها. المنظر ده بان برضو في الاول، بس هو جه تاني بقى غصب عني. يلا بقى مش مشكلة. طبعا انا ببقى فرحانة لما الشقة بقى بتبقى نظيفة. كل ست بيت بتبقى فرحانة اول ما تخلص كده وتحس بالنظافة كده في الشقة. وطبعا عطرتها بقى وخلاص كنت خلصت بقى والله. خلصنا بقى كده الاكل كله. انا رحت حمرت بقى البيض وحمرت البطاطس. وطبعا عملت كده شوية كشري اسكندراني كده جميل جدا. والمخلل اللي انا بعمله تحفة 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 والله. طريقة البتنجان المخلل دي جميلة جدا، وبيفضل بالكام يوم بقى لونه احمر كده زي بتاع المطاعم. وطبعا انا خلاص كنت بقى شطبت خالص بقى وعايزة نقعد. قعدنا بقى كده اتعشينا وخلاص. والهدوم كنت خلصتها كلها. هطلع بقى انشرها كده. انا المفروض كنت برضو بنشر كده اول باول، بس عشان كنت النهارده بنضف بقى الشقه فقلت خليها مره واحده. طلعتهم كده قدامي على البلكونه كلهم، على سور البلكونه. كنا بقى بقينا بالليل وخلاص بقى نشرتهم كلهم. نشرت الغسيل كله كان كتير والله. الفيديو بقى بتاعي خلص كده. كان بقى بقينا بالليل. بنتي بقى دخلت خدت دش كده والمقطع ده بان وانا بقى بسرح لها وخلاص. كنا بقى رايحين نقعد وهننام بقى، عشان انا كده خلاص هقول لكم بقى تصبحوا على خير. لحد ما اشوفكم هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.